أصدقاء أحمد. أنا معايا على التليفون صالح جمعة، وصالح هو من المقربين من أحمد. يا صالح، البقاء لله، دوام لله وحده. حبيبي يا إبراهيم، ربنا يخليك. وطبعا البقاء والدوام لله في وفاة أحمد وتعزينا لأسرته وبالأخص والدته وناديه طبعا وزمايله الشارع الرياضي كله، جمهوره اللي بيحبه قبل فنياته يعني وقبل إمكانياته كلاعب. بيحبه عشان هو كان إنسان محترم وكان إنسان خلوق وعمره ما أذى حد، وشخصية الكل أجمع على حبها يعني إبراهيم. تلقيت الخبر ازاي يا صالح لما صحيت، ولا كنت عارف على الساعة 6:30 كنت يعني صحيت بدري؟ تلقيت الخبر ازاي؟ لا، للأسف احنا كان عندنا مباراة امبارح يا إبراهيم، مم. وطبعا رجعت بالليل. مم. نمت طبعا، فصحيت بعد صلاة الظهر كده، لقيت كهربا بيتصل بيا طبعا. مم. فلقيته بيقول لي انت صاحي؟ قلت له فقال لي قلت له انت فين؟ قال لي انا في كفر الشيخ. مم. فطبعا انا يعني قلت له انت عندك ماتش وفي نفس الوقت انا مش مركز كفر الشيخ هو بيعمل ايه يا كابتن، انت فاهم؟ مم. تخيلت ان هو ممكن يكون عنده مباراة مع غزل المحلة، ايوه. عنده مشوار تاني. مم. قال لي احمد توفى. فطبعا كان يعني كان الموضوع بالنسبة لي موضوع ما اتحطتش فيه قبل كده. يمكن عمري ما تأثرت بشخص والناس كلها تعلم يعني ان احمد كان ابراهيم من واحنا 10 سنين، انا واحمد وكهربا عارف. ابتدينا مشوارنا سوا من شين امبي يعني. يمكن والدته وكنا يمكن عايشين في بيت واحد، اخواته كانوا اصحاب اخواتي وكنا عايشين جنب بعض من واحنا 10 سنين. والدته صاحبة والدتي وكانت تربطنا علاقة أسرية قبل كرة القدم وقبل القصص دي كلها يعني. الله يرحمه ويحسن إليه، الله يرحمه. ما يعزش على اللي خلقه يا صالح، ما يعزش على اللي خلقه. طبعا. وانا بجد يا ابراهيم النهارده الصبح كنت عايز ابعت لك مسج يعني، اتفضل. واشكرك ان انت اتحت الفرصه لينا ان احنا نشوفه وان احنا نطمن عليه. ويمكن ناس لا كثيره ما يا لا فكرتش يا فيها لا لان يا صالح، انت لا عارف لا. ان يا الوسط عندنا صالح، يا صالح، والاعلام يا كله كان حبيبي. متجه يا ابراهيم. اسمعني بعد اذنك، يعني الاعلام كله والناس كلها كانت في اتجاه واحد، وهو الناس اللي موجوده على الشاشه، الناس اللي بتلعب، الناس اللي متواجده، الناس اللي بتطلع كل يوم والكلام ده كله. ما حدش فكر في الحته دي غيرك يعني. فاحنا بنشكرك انت تحت الكل محبين، والناس اللي بتحبه ان هي تطمن عليه وتشوفه. يمكن ربنا اراد ان هو يرجع لنا مثلا خلال الاسابيع اللي فاتت دي عشان نشوفه ونودعه، ان احنا كلنا خسرناه بصراحه يا يعني. صالح، يا صالح، احنا مستخدمين يا حبيبي على الارض، احنا اتفضل. مستخدمين. احنا ادوات على الارض. انا ربنا استخدمني فقط لا غير عشان الناس تشوف احمد، وعشان احمد يسلم على الناس ويودع الناس. احنا مستخدمين، ما باليد حيلة. احنا ملناش في اي حاجة، احنا ملناش في اي حاجة حقيقة الامر يعني. هي امور ربانية بحتة. كل اللي حصل تدابير ربانية بحتة واضحة للكل. كل واحد فينا مشي في المسار الرباني اللي ربنا رسمه وقسمه لأحمد، علشان المحبة دي، وعلشان ربنا يصطفيه. الاصطفاء ده اصطفاء ما بعده اصطفاء يا صالح يعني. الله يرحمه ويحسن طبعا إليه، الله يرحمه ويحسن ابراهيم، إليه. كلنا مسلمين وكلنا طبعا يعني كلنا تقبلنا الموضوع بصدر رحب، لان احنا كلنا مسلمين. وربنا حتى سبحانه وتعالى قال لك يعني من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي. صحيح. انت يا ابراهيم بالنسبه لنا احنا يعني احنا ناس بنفهم وبنتابع وبنتفرج. انت بالنسبه لنا انت راجل اعلامي يعني. احنا بنحس انك شبهنا، راجل عندك اصول وتقاليد وعادات ثابته شبه الشارع المصري اللي احنا عايشين فيه يا ابراهيم. فانا عارف ان انت بتدافع عن القضيه، وعارف ان انت شخص عادل وشخص شبهنا كلنا. فانا عارف ان الموضوع مش هيعدي مرور الكرام. وما تفتكرش يا ابراهيم ان اي حد كان سبب في يوم من الايام في نفسيه ان الراجل ده، وانا عارف لان انا اقرب واحد للشخص ده، وعارف مين اذاب كلمه وعارف مين عمل معاه ايه من اول يوم ليه في مشكلته يا كابتن. تمام. اوعى تنسى ان الولد ده عنده ام من زمان يا ابراهيم. والدته دي من واحنا 10 سنين، صلاه فجر، قيام ليل، مصحف ما بيتسابش من واحنا عيال صغيرين. تمام. فاوعى تستهون بدعوه شافت ابنها في الموقف ده وتعرض للظلم. اوعى تستهون بيها.
لو مش حاليا ومش في الحياه، فكر فيها بعد كده ان شاء الله في الاخره ان الموضوع مش هيعدي كده، وربنا يرحمه. ويعني انا مش عايز اكلم ابراهيم، ابقى نتكلم بعدين. شكرا يا صالح، البقاء لله. بشكرك شكرا جزيلا صالح جمعة.